السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي صباح الفل، عاملين ايه؟ دلوقتي طبعا هنعمل مع بعض أجمل صينية مسقعة بطريقة جميلة، وهعمل لكم الباذنجان بطريقة ما يشيلش معاكم زيت. ماشي، هنجيب الباذنجان نقطعه دواير قد نص سنتي، هنيجي جايبين شوية ملح ومحيجينهم وهنخليهم قد ساعتين تلاتة، لو 3 ساعات يكون احسن، بحيث ان هو يصفي المية اللي فيه الا لما يخليه يشرب زيت كتير. ماشي، ويبقى طري كده ومش حلو، لكن لما تصفيه من المية بتاعته اللي تتنجح يبقى مجرمش وليه طعم حلو كده. طبعا انا عملت التسبيكة. ماشي، اول ما اتسبكت جيت منزلة فيها الباذنجان اللي انا جلياه. بسم الله، ننزل كده واحدة واحدة، بسم الله. وبعد ما نخليه، بعد ما نرص كله طبقات، نحاول اللي مش طايلة نحط لها تاني. جيت انا طفت طبعا وانا احط عشان ما تفضفضش عليا. اول ما رصيتهم جيت مولع النار وجيت مغطياهم، هما يعني يمكن دقيقة واحدة بس، دقيقة ونص. أول ما ولعت هديت النار، ما خلتهاش عالية قوي. ماشي، هي دقيقة ونص بس مش أكتر، بحيث إن هو ياخد طعم الصلصة. ماشي، جيت عاملة طبعا كنت فرمة الطماطم على جنب، حطيت تومة. ماشي، يعني رستهم كده حلوة، مش كبيرة ولا صغيرة. جيت حاطة تاني، هوريكم دي دقة الكشري اما تخليها مززة وجميلة، ده زنزبيل. ماشي، دي مرقاية، هحط حتة ملح وحتة سكر. عاوز انت برضو الصينية تدخلها الفرن داخليها، هنقلبهم بس تقليبة كده. ماشي، وهنيجي طشينها بالطماطم، واول ما تغلي معانا غلوتين 3، مش لازم تتسبك قوي، هما غلوتين 3، نيجي رصين الباذنجان في الصينية. عاوزة تحطها في الفرن وحطها، عاوزة تاكلها كده كليها، واحلى صينية مسقعة.